اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا اتكلمنا في كام فيديو كده على مضاعفات السكر على الشبكية وعلى العين، وفي اخر الفيديو كان يعني يمكن المضاعفات كانت يعني اللغة بتاعتها عنيفة شوية. فاحنا مش قصدنا ان احنا نخوف المرضى بتوعنا ولا حاجة، لا، بس من خلال التجربة العملية ان احنا قابلنا ناس ماشية كويس، متابعة كويس، محافظة على عينيها، بتتعالج العلاج المظبوط في الوقت المناسب، ودول فئة الأكبر. قابلنا برضو نوعية يعني قلة نتيجة عدم المتابعة خالص والإهمال في العلاج، تم فقد البصر تماما. في فئة يعني يا دوب حاولنا، يعني اخر حد مثلا عالجناه وعملنا له عملية استئصال الجسم الزجاجي، وكان الهدف من العلاج هو المحافظة على نص متر من النظر، ولا زلنا بنكافح ان احنا نحافظ على النص متر دوت. والنص متر ده بيمثل للعيان الحياة نفسها. ف يعني بتمنى ان احنا ما نكونش يعني قلنا كلام عنيف. وكمان بننبه على دور بعض التحاليل الأحدث، وهي بقاله فترة طبعا كبيرة، اللي هو الهيموجلوبين A1C أو الهيموجلوبين السكري، وده بيدي مؤشر على مستوى السكر في الدم وتأثيره لمدة 3 شهور سابقة يعني. فده حاجة من الحاجات الهامة. النقطة الثالثة بالنسبة للعلاجات والتقدم في الأجهزة بقى عالي جدا، سواء في التشخيص أو المتابعة. كل يوم في حاجة جديدة بتنزل، ازاي ان احنا نتابع تأثير السكر على الشبكية. كمان العلاج بأجهزة الليزر تقدمت بشكل كبير. الأول احنا كنا بنقعد نعالج نقطة نقطة في الشبكية، وده كان شوية بيبقى معذب شوية للمريض وللدكتور. لا، دلوقتي التقنيات بتبقى أحدث في ان العلاج الشبكية بيبقى أدق وأحسن في النتائج بتاعته. ونتمنى لكم الصحة إن شاء الله بشكر حضراتكم ونشوفكم على خير إن شاء الله.